إخواني أخواتي السلام عليكم. واش سمعتوا أخي الأخبار؟ موقف جريء من الاتحاد العام للصحفيين العرب يهز دولة الكراغلة ويثير موجة من الغضب العارم. شنو وقع بالضبط؟ ولماذا تصاعدت ردود الفعل بهذه الحدة؟ لمعرفة التفاصيل تابعوا معي الحلقة إلى النهاية. في اجتماع مهم للاتحاد العام للصحفيين العرب تقام فيما بين 12 و 16 يناير الجاري، صدر واحد البيان كيدعم مغربية الصحراء وكيشدد على رفض جميع أشكال الانفصال في الدول العربية بما فيها بطبيعة الحال دولة الكراغلة. هذا الموقف أثار حافظة نظام الكبرانات في الجزائر والأذرع ديالو الإعلامية التي سارعت إلى الرد ببيانات نارية مليئة بالاتهامات كما العادة الكلب ملي كترميلو شي عظم كتسمع النباح. الاتحاد العام للصحفيين العرب دعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية واعلن بوضوح الرفض ديالو لأي مشاريع انفصالية في المملكة المغربية، ولكن الجزائر كما العادة كان لها رأي آخر. الرد الجزائري كان سريعا حيث شنت أبواق نظام الكبرانات بحال المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين والمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين هجوما لاذعا على الاتحاد العربي واتهمته بالانحراف وتمرير أجندة استعمارية. وكأن الموقف على ما يبدو أربك نظام الكبرانات بالكامل. والمثير للسخرية في الحقيقة هو أن بيان الاتحاد العام للصحفيين العرب لا يرفض الانفصال في المغرب فقط ولكن في كل الدول العربية بما في ذلك الجزائر التي تواجه هي الأخرى مطالب انفصال في منطقة القبائل، ولكن يبدو أن النظام اختار التغاضي عن هذه النقطة. وعلاش في نظركم أعزائي المشاهدين؟ إنها حلقة جديدة من عزلة نظام الكبرانات الدولية، النظام اللي كيعيش في دوامة سياسية يبدو أنه يهرب إلى الأمام، ولكن إلى أين؟ إلى المستنقع. ويبقى السؤال الأهم، هل هذه البيانات الصادرة عن الجزائر تعكس رد فعل طبيعي أم أنها محاولة للتغطية على مشاكل داخلية أكبر منه؟ طوابير كذا وكذا وكذا وحملة مراناش راضيين وغيرها من المشاكل اللي كيعاني منها نظام العجائز. ما تنسوش مرة أخرى تشاركونا بآرائكم في التعليقات في هذه القضية بالضبط، وإلى عجبكم هذا النوع من المحتوى ما تنسوش الإعجاب والاشتراك باش تبقاو على الاطلاع دائم بكل ما هو جديد. خليناكم على خير.